السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي متابعين قناة مطبخ العيلة مع ام فرح؟ يا رب تكون اوقات كلها بركة وراحة بال وحسن الاحوال. حبيت بقى ان انا اشارككم كده يوم من اللي احنا بنعيشه، يوم فلاحي بمعنى اصح، بالفرن البلدي بكل حاجة، واحنا بنشوي فيه سمك، واحنا هنخبز فيه، وهنعمل فيه احلى صينية عكة كمان. حاجة كده في منتهى الجمال من اوله لاخره، حتى الليل ليل علينا هناك. يوم كده ممتع كده، والصراحة وان انت تعيشي يوم من ايام زمان، والقعدة البلدي على الارض والفرن البلدي، وازاي ان احنا بنقدر ان احنا نشغل الفرن كده. يعني الخشبة ديت حاطينها عشان تولع وتعمل نار كده من فوق. احنا كنا بنشوي السمك، بدأنا الأول كنا بنخبز، وبعدين طلبوا الغدا، فأكيد مش هنسيبهم يعني من غير غدا، فقلنا نشوي لهم بقى السمك كده يتغدوا. واحنا لأن احنا قضينا اليوم كله هناك، فخلصنا بقى شوينا السمك واتغدوا، ورجعنا بقى للخبيز تاني مرة. شايفين بقى دلوقتي بدأنا ان احنا نفرد العيش بتاعنا اهو. بنفرده الأول بالفرادة، وبعدين زي ما انتوا شايفين كده بنظبطه. وشايفين الاستاذ دودو لازم يساعد، لازم يقدم الخدمة بتاعته. وده شكل العيش اهو يا جماعة. اهو بنفرد العيش بتاعنا كده على ايدينا الاول، وبعدين بنفرده بقلب النشابة او بالفرادة. في كل بلد بتختلف اسمها. وبعدين بنفرده على المكنة بقى بالطول زي ما احنا شايفينه كده. يعني يوم في منتهى الجمال. بيبقى متعب الصراحة، بس بيبقى يوم ليه معنى تاني وليه احساس تاني، ان انت عايشة يوم فلاحي بمعنى اصح. يوم فلاحي بكل حاجة بقى، ان انت عملت العيش. ويا ناس بتعمل اللي هو الابوري بسكر ده، لو تسمعوا عنه. هو العيش ده بالظبط، بس بيتفرد على دقيق. شايفين بسم الله ما شاء الله العيش وجماله، قابب معانا وحلو جدا، ولونه في منتهى الروعة والجمال. تسلم ايد ماما، كانت قاعدة على الفرن. فحبيت اشارككم اليوم بتاعنا زي ما انتم متعودين معانا. شايفين بسم الله ما شاء الله. مش قادرة اوصف لكم بقى جمال الاكل الفلاحي في الفرن وحلاوته. شايفين بسم الله ما شاء الله العيش بيقب معانا وفي منتهى الروعة والجمال. حاجة كده تستاهل بقكم، يا احلى واجمل اخوات في الدنيا بجد. حابة اقول بقى للي وصل معايا لحد هنا، ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد بنعمله، يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. وحابة دلوقتي ان انتوا تنزلوا في التعليقات وتصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه رأيكم بقى في اليوم ده؟ يوم